بسم الله، صلوا على رسول الله. معاكم إلياس رحيم. كيف جاتني فكرة المسابقة هذه؟ طبعا زي ما الكل عارف إنه مملكتنا الحبيبة بتدعم جميع المجالات في ظل رؤية 2030، ومنها مجال الطهي. فأنشأت هيئة فنون الطهي. وزارة الثقافة وثقت الأطباق في جميع مناطق المملكة، الأطباق المشهورة في هذه المناطق. الطهي مو بس تحضير طبق وخلاص وناكله، لا، الطهي فن، الطهي إبداع، الطهي تراث. يعني في طبخات نعرفها من آبائنا وأجدادنا، فإحنا بنحافظ عليها، نطورها، نبدع فيها. عملت هذه المسابقة بحيث أني أساهم في دعم الشباب السعودي إنهم يتطوروا وإنهم يبدعوا في مجال الطهي. شبابنا مبدعين ما شاء الله تبارك الله في شتى المجالات، لكن بحكم تخصصي حبيت إني أعمل هذه المسابقة بفكرة تحدي، لكن مو بمعنى التحدي تحدي، لكن بمعنى إنه إحنا نطلع لمستوى عالي من التنافس، من الإبداع. ال16 شيف المشارك مو بس هم المستفيدين، الكل إن شاء الله راح يستفيد من خلال متابعتهم للمسابقة. وأيضا في لجنة تحكيم على مستوى عالي من الاحترافية. بعد مشاركة المسابقين في طبخاتهم بيعطوهم ملاحظاتهم، بيعطوهم اقتراحاتهم، بيستفيدوا من خبراتهم. فبأمر الله الكل مستفيد حتى بعد التصوير، يعني اللي يهوى الطبخ ويهوى مجال الطهي فراح يستفيد من هذه المسابقة. جاءتني فكرة المسابقة فحبيت أن أنا أعمل مسابقة بشكل رسمي، فتواصلت مع نادي فنون الطهي والضيافة في المدينة المنورة، وعملت اتفاقية مع النادي ومثلته الشيف عنايات عنبر خان. ومن هنا أخذنا صيغة رسمية للمسابقة وبدأنا نجهز لهذا الحدث. بعد ما اتفقنا وبدأت في تحضير هذه المسابقة اللي هو تحدي إلياس رحيم. طبعا أي فعالية يحتاج لها تعاون، يحتاج لها مشاركة من عدة جهات. تجهيز اللوكيشن تم من خلال شركة المسكن الراقي، بالإضافة إلى تنظيم هذه الفعالية كاملة تمت من خلال شركة بروتوكول وجميع الشركات الراعية معانا خلال فترة وجيزة، يعني ما تتعدى 10 أيام. جهزنا كل حاجة، يعني انتوا حتشوفوا التجهيزات دي اللي صارت حتشوفوها في المسابقة، حتشوفوها من خلال التحدي اللي راح يحصل، حتشوفوا كل التفاصيل الصغيرة والدقيقة كيف احنا انجزنا كل ده. اول شيء الفضل لله سبحانه وتعالى، بعدين من خلال جهود الفريق اللي كان معايا. المسابقة عبارة عن 16 مشارك. ال16 راح يتحدوا على أطباق سعودية، حتكون 8 وصفات، كل 2 حيتحدوا مع بعض. 16 شخص ل8 تحديات، هي عبارة عن وصفات سعودية. 16 مشارك حيتأهلوا 8 و8 راح يخرجوا من المسابقة. ال8 راح يتحدوا على 4 أطباق مدينية، راح يتأهلوا من ال8 4 ويخرجوا 4. ال4 راح يتحدوا على طبقين من الأطباق العربية، يتأهلوا من ال4 شخصين راح يتحدوا على اللي هو النهائي، راح يتحدوا على طبق عالمي من خلال بلاك بوكس. البلاك بوكس في مكونات ما يعرفوها المشاركين، من خلالها راح لجنة التحكيم يقولوا لهم تعملوا طبق من المقبلات، طبق رئيسي، وطبق حلويات. بعدها إن شاء الله راح ينعرضوا على لجنة التحكيم، من خلالها إن شاء الله راح نعلن الفائز. يتم تقييم المتسابقين من خلال 3 عناصر. لجنة التحكيم ونقاطهم 40%، 35% على المشرفين اللي راح يكونوا في اللوكيشن ويشرفوا على المتسابقين من أول الطبخة حتى نهايتها. 25% من حق من يتابعني إنه يصوت، لأنهم بيتابعوا المسابقة من بداية ما أعلنا عنها حتى نهايتها، ولهم حق إنهم يصوتوا. راح يتم التصويت قبل المسابقة بيوم. راح أنشر في سنابي
قبل المسابقة بيوم أسماء المشاركين، يبدأ التصويت قبل الحلقة بيوم، ويستمر التصويت حتى انتهاء المتسابقين من أطباقهم. وبعد انتهائهم اتجهوا للجنة التحكيم، راح يحكموا على الأطباق من خلال التذوق ومن خلال المشرفين اللي كانوا موجودين في اللوكيشن الطبخ، بالإضافة إلى نسبة تصويت المتابعين، وبعدها يتم إعلان الفائز. طيب زي ما قلت لكم، المتابعين لهم تأثير عالي جدا في تحديد الفائز. يعني لجنة التحكيم لها نسبة والمشرفين لهم نسبة، بالإضافة إلى أنتم كمتابعين لكم نسبة. راح أعرض لكم على الشاشة سنابي أتشرف بمتابعتكم، ومن خلالها أسمع ملاحظاتكم، أشوف ملاحظاتكم، تصويتكم، وراح تنعرض إن شاء الله الحلقات على قناتي في اليوتيوب وعلى التيك توك وأيضا على الانستغرام، بالإضافة إلى الملف التعريفي في سناب شات، وكلها راح أحط لكم إياه على رابط وتقدروا تدخلوا عليها وتعملوا لي اشتراك. ولكم جزيل الشكر، وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. بأمر الله راح نطلع بفعالية مميزة تليق بينا كشباب سعودي، شباب مديني، ممثلين لدولتنا المملكة العربية السعودية على أعلى مستوى، بأمر الواحد الأحد.